الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أهلا بكم متابعين الكرام، متابعين قناتي. إن شاء الله هنقدم مع بعضنا إزاي نتعلم نرص الجبن. تمام. في صديق من المشاهدين من المتابعين عندي طلب يعني إن احنا نتعلم إزاي مع بعضنا نرص الجبن. تمام. النهاردة هنرص الجبن بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، البرج ده اللي في النص، والمروحة اللي من هنا ومن هنا من على الجنبين. تمام. تعالوا مع بعضنا، دي جبنة شيدر. أهم حاجة لما نقطعها تكون بالسمك كده كده، ونيجي بقى نرصها على بعضها كده بالكمية دي، حسب ما نكون عايزين ارتفاع البرج. هنزود الكمية أو نقلل، أو على حسب الكمية اللي أنا بعملها دي. وهنقطعها على 3 بالشكل ده، بحيث ان البرج يكون ايه متماسك واقف معانا. هنيجي مع بعضنا نرص بالشكل ده اهو زي ما حضراتكم شايفين كده. تمام. المسافة اللي هتكون ما بين كل سن وسن كده حوالي بتاع نص سنتي. ماشي. اهم حاجة بنظبطها بحيث ان الرصة تطلع معانا في الاخر مظبوطة، او زي ما حضراتكم شايفين كده بالشكل ده. احنا كده هنعمل ايه البرج. ماشي. من ورا زي ايه، زي من قدام. نيجي نكمل مع بعضنا. تمام. ايه، على حسب بقى ما بنكون عايزينه اعلى، بنوسع المسافة اللي هي اللي قدام دي ما بين كل شريحة وشريحة. طبعا من مسافة من ورا بتبقى حوالي 2 ملي، من قدام بتبقى ايه افتح شوية، بنفتحها شوية بتكون حوالي نص سنتي. اه بنمشي كده لحد هنا، بنعدي النص كده بحيث المسافة تكون من عندنا من ورا ضيقة، ومن عند من قدام هتكون ايه نص سنتي. ماشي. ونكمل مع بعضنا نشوفه بقى تطلع ايه، واخدة شكل تدريجي كده بالشكل ده. اهم حاجة انها بتكون كل شريحة بتتحط بالملي، بحيث انها ايه تظبط وتطلع معانا الشكل اللي احنا عايزينه. طبعا الموضوع ده هيجي مع الممارسة، يعني ممكن ما يجيش معاك من اول مرة، بس هيجي بالممارسة، هتبقى خلاص يعني انت ان شاء الله تبقى ايدك تاخد على رص الجبن، فهتطلع معاك ايه مظبوطة. تمام. طبعا احنا عملنا رص الجبن بناء على طلب احد المتابعين، وان شاء الله يعني اي حد بيطلب حاجة ما بنتأخرش وبنعملها. طلعت معانا بالشكل ده، بقت برج. لو حبينا نزود ونعليها كمان عادي، وهتقف يعني مش هتقع كده ولا كده، لان اهم حاجة ان احنا نثبت القعدة، واهم حاجة ان احنا نمشي بالمقاسات بالملي، لان لو ما ظبطتش واحدة شريحة او شريحتين ما ظبطوش كده ممكن تقع مننا بعدين. تمام. احنا عليناها وزودناها بقت بالشكل ده، نيجي نشيلها كده نحط السكينة ايه بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين كده. تمام. وهنيجي نرفعها بالايه واحدة واحدة، ودي المراية اللي هنرص عليها. تمام. اهي تقف على كده، تقف على كده لانها يعني معمولة ايه بالملي. طبعا دي عكس في المراية. تمام. شوفوا بقت بالشكل مع العكس اللي في المراية بقت بقت قد ايه. تمام. هنيجي بقى نعمل ايه، ده احنا اللي عملناها كده، دي البرج. هنعمل بقى اللي هي الايه المروحة. عملناها بقت بالشكل نفس الرصة، بس هنيجي نعمل بقى حاجة حلوة دلوقتي. تمام. هتشوفوها معانا. هنيجي بقى ايه نعمل لها قاعدة بحيث ان احنا نوقفها زي المروحة. ماشي. هنيجي على ايه، هنيجي على هنسيب السن اللي قدام، تمام، اللي هو الاوسع، ونيجي من ورا من الجنب ده اللي هو الاصغر، ونيجي نقطعه كده بالشكل ده بميل لجوه شوية. كل ما ننزل كل ما ندخل جوه شوية، بحيث انها تكون ايه مايلة لورا. لما نيجي نحطها على المراية تبقى ايه
مايلة لورا كده، بقت ايه، عملنا لها القعدة اهو. تمام. هنيجي ايه نوقفها كده بالشكل ده. تمام. زي ما حضراتكم هتشوفوها دلوقتي، بقت بالشكل ده. دي ايه، مروحة. ماشي. اشكال يعني. هنعمل برضو ايه واحدة تانية. طبعا ده الجزء اللي احنا قطعناه، لو حبينا نستخدمه ونرصه عادي مفيش مشاكل، مش عايزينه عادي مفيش مشاكل يعني. تمام كده. عملنا مروحة من هنا، مروحة من هنا، وحطينا البرج في النص. تعالوا بقى ايه نجرنش المراية بتاعتنا. طبعا يعني دايما بتبقى جرنش الجبن بتبقى ايه، فواكه. ده الستاندر بتاع الجبن. ده استندر ان دايما الجبن بتبقى معاها الفواكه والدراي فروت اللي هي الفواكه المجففة. ده الستاندر الفرنساوي بتاع الجبن يعني. تمام. من الافضل انه بيكون معاها فاكهة يعني. حطينا عن عنب من هنا مثلا وعنب من هنا. طبعا اهم حاجة تكون ايه، سيمترية، يكون في سيمترية يعني في الرأس. واحدة قاقة من هنا الواحدة من هنا. وبنحط الكيوي. بنكسر الالوان، دايما ايه تكون في الوان معانا في شغل الجارد مانجيه. بيتميز بالالوان. تمام. وبيكون الالوان ايه، بيحب الالوان. تمام. اخضر مع احمر مع اصفر مع برتقاني، مع الوان الجبن. تمام. مع فراولة بيدينا شكل حلو للمراية. تطلع معانا المراية بالشكل ده. اتمنى تكون نالت اعجابكم، اتمنى اكون قدمت لكم حاجة مفيدة. اشكركم شكرا جزيلا.